وحشتوني جدا جدا جدا. لأول مرة يشوفني انا ده من قناة دانا تي في. النهارده هعمل معاكم ريفيو عن كذا برودكت استعملتهم من اول السنه، ويا ترى هشتريه تاني ولا لا. معايا برودكت كتيره قوي 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 بصراحه، فلو الفيديو ده ما كفاش هعمل كمان بارت 2. فما تنسوش لو الفيديو عجبكم وحبيتوا تدوسوا على زرار اللايك، وكمان تعملوا سبسكرايب للقناه عشان احنا قربنا جدا جدا على ال1000. وكمان تنسوش تدوسوا على زرار الجرس علشان يوصل لكم نوتيفيكيشن كل ما انزل فيديو جديد. واكتبوا لي تحت في الكومنتس اي افكار انتوا عايزينها عشان اعملها لكم. وكمان لو في اي برودكتس عندكم للشعر يعني اكتر يعني احسن، اقولوا لي كمان عليها في الكومنتس تحت، علشان بدات ان انا اهتم شويه بشعري بصراحه من اول السنه، لان ما كنتش بهتم بيه وكان دامج جدا، فبدات ان انا اهتم بيه من اول السنه. فلو عندكم برودكتس اكتر اكتبوا لي تحت في الكومنتس عشان اجرب. وما تنسوش كمان تعملوا لي فولو على انستغرام وفيسبوك، هتلاقوا اللينك بتاعهم تحت في الديسكربشن بوكس. ويلا بينا نبتدي. البرودكتس بتاعت الشعر هبدا اول حاجه هعملها بالترتيب بتاع اللي هو الشاور. فاول حاجه بعملها هي حمام الزيت. فخليني احط بس البوكس. بالنسبه للزيوت اللي انا استعملتها من اول السنه استعملت زيتين. بالنسبه لي كان في واحد عمل معايا نتيجه حلوه قوي، والتاني لا، حسيت انه عمل نتيجه في حاجه تانية مش اللي انا جايباها له. انا كنت جايبه الزيتين دول علشان اطول بيهم شعري. فبدات اول حاجه بسيسا ده انا بجربه من شهر 2. بالنسبه لي ما عملش اي حاجه في طول شعري، ما حسيتش فرق بصراحه في طول شعري خالص. فرق كان ممكن يكون بسيط قوي قوي، انها مش الفرق اللي هو زيت يعمله. لا، حسيت ان طول شعري الطول العادي، بس فرق فعلا في نعومه الشعر. بجد كان فعلا بيخلي شعري مترطب قوي 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 وناعم قوي قوي. فهو ده تمام. وقفته في شهر تقريبا نقول 6 أو نص 5، وجبت الفوليكر بوستر بتاع رو افريكان. ده بقى خطير يا جماعه. انا بالنسبه لي طبعا عشان نكون متفقين، مش لازم كل الحاجات اللي نفعت معاكم تنفع معايا، ومش لازم كل الحاجات اللي نفعت معايا تنفع معاكم، ولكن انا بالنسبه لي الاويل ده بجد بالنسبه لي سحر. بجد طول شعري بطريقه اسرع بكتير. البيبي هير طلع اكتر في مناطق. كان عندي هنا منطقه هنا كده في شعري كان الشعر فيها خفيف قوي، بجد طلع فيها بيبي هير كتير. فانا بالنسبه لي لا، خطير بجد خطير تمام. فهو فعلا في حته الكثافه والطول فهو حلو قوي قوي قوي، فده اكيد هجيبه تاني. سيسا انا مش هجيبه تاني، ان هو كان سعره مبالغ فيه، وان هو اللي كان بيعمله لشعري انا عادي لما بحط زيت جوز هند على شعري بيديني نفس الترتيب ده. فبالنسبه لي حسيت ان هو يعني overrated قوي بالنسبه لي. فده كده بالنسبه للاويلز. بالنسبه بقى للشامبو فانا جربت 3. اول واحد ده من تريزيمي، ده اللي هو اصلاح وحمايه تمام. ده اهو شكله. بالنسبه لي الشامبو ده كان حلو قوي 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 قوي. بينظف الشعر كويس جدا، وكمان مش بينشفه. انا بالنسبه لي اهم حاجه ان انا انضف شعري كويس، لان انا بحط زيوت على فروه شعري. فلو انا ما حطيتش يعني لو انا ما غسلتوش كويس الشعر ده هيقع، يعني شعري هيقع، لان الزيوت تراكم الزيوت على الشعر بيبقى عامل تقل على الشعرايه فبتقع تمام. فلازم انضفه كويس جدا جدا. فبالنسبه لي ده كان حلو، ولكن هل هجيبه تاني؟ فهو لا، لان انا لقيت 2 احسن منه. فتاني واحد بقى اللي هو احسن منه ولكن انا خلصته بصراحه وما عينتش العبوه بتاعته وانا مخلصاه من فتره، هو الشامبو بتاع لوريال اللي هو بالهيالورونيك اسيد. ده الكونديشنر، ولكن قلت اجيب لكم يعني العبوه تمام علشان تشوفوا شكله تمام. بالنسبه لي كان حلو قوي قوي قوي، وكانش بينشف الشعر خالص، بل بالعكس كان بيديله ترطيب بسيط قوي. اصلا الشامبو مش مهمته ان هو يرطب الشعر، هو ممكن ان هو ينظف الشعر. الشامبو الحلو هو اللي ينظف من غير ما ينشف. فده يعني حرفيا كان بيدي كمان ترطيب بسيط قوي. فبالنسبه لي لا، كان حلو قوي. ولكن هل هجيبه تاني؟ لسه مش عارفه، لان انا تقريبا لقيت الاحسن منه، ولكن لسه مش عارفه هل هفضل على اللي احسن منه ده ولا هرجع له تاني. بقالي اسبوعين بجرب الشامبو بتاع كلاري. حاجات كلاري بالنسبه لي اول حاجه جربت منهم حاجات يعني جربتها منهم هو الهير ماسك. فبالنسبه لي الهير ماسك كنت يعني شايفه ان هو سعره غالي قوي على ان هو يعني ماسك تمام، ولكن لما جربته عرفت فعلا هو ليه غالي.
فده حمسني اكتر ان انا اجيب حاجات اكتر من كلاري. فجبت الشامبو ده وبجد يا جماعه حلو قوي بجد، لا انا عجبني فعلا. برضو بيسيب برضو الشعر فيه ترطيب، بينظف الشعر كويس جدا، على الرغم من هو مش من الشامبوز اللي بتعمل يعني رغوة، ولكن بالنسبة لي لا بينظف حلو قوي، وكمان بيسيب الشعر بالترطيب بتاعه، يعني بيبقى مترطب حلو فعلا بعد ما بغسل شعري. يعني ما بحسش ان انا اصلا استعملت اصلا عليه شامبو، ولكن الفروه بتبقى فعلا نظيفه، ما بحسش ان الملمس الدهني اللي في الفروه، ولكن بحس ان الشعر لسه مترطب، فاهمين قصدي؟ فبالنسبه لي هل هجيبه تاني؟ لسه بقالي مجرد اسبوعين بجربه، يعني في حدود 4-5 مرات، فبالنسبه لي لا لسه هجرب اكتر واشوف. فمتنسوش تعملوا لي فولو على انستغرام عشان اقول لكم اخر قرار ليا، هل هبقى على كلاري ولا على لوريال بالهيالورونيك اسيد. بالنسبه للكونديشنرز فانا جربت 2. جربت ده من تريزيمي، ده نفس بتاع الشامبو اهو تمام، ده اللي هو اصلاح وحمايه. ده بالنسبه لي زي ما انتم شايفين انا ما خلصتوش، يعني لا انا ما خلصتوش، لان هو بالنسبه لي حسيت ان هو لا ما اداش اي ترطيب لشعري، ما حسيتش باي فرق بصراحه معاه. خاصه ان انا كنت في الوقت اللي انا جربته فيه كنت مستعمله قبليه لوريال البالهيرونيك اسيد، فبالنسبه لي لا حسيت بفرق رهيب بين الاثنين بصراحه. ده بالنسبه لي ما اداش اي ترطيب لشعري، ممكن يكون عمل حاجه تانية وانا ما خدتش بالي بصراحه، يعني ممكن مثلا يكون مثلا بدا كان يعني عالج شويه التقصف، ولكن انا مش عارفه. انا بالنسبه لي حسيت ان هو لا ما عملش اي فرق في شعري، كأني غسلت شعري بشامبو وحطيت عليه ممكن يعني شوية سيرم، حاجة بسيطة قوي، انما الترطيب لا بالنسبة لي ما حسيتش ان هو ادى الترطيب اللي انا محتاجة لشعري، فبالنسبة لي لا مش هجيبه تاني. بالنسبة بقى للوريال البالهيرونيك اسيد، ده احلى شامبو انا استعملته. انا ده بالنسبة لي بستعمله من شهر مثلا 8 اللي فات، وبجد مش عارفة اتخطاه، مش عارفة فعلا اتخطاه، فبجد لا رهيب، جيبوا بجد جيبوا هيعجبكم. كنت جايباه ساعه لما طلع فايرل على تيك توك، ولكن بالنسبه لي لا خطير، حلو قوي قوي قوي. فكده اهو تمام. فكده انا بالنسبه لي ما اعتقدش ان انا هجيب غيره، يعني ما اعتقدش ان انا هكمل حتى بحاجه غيره، ممكن اجرب تاني، ولكن ما اعتقدش ان انا في حد هيجيب الحلاوه بتاعت الكونديشنر ده. فكده انا بالنسبه لي ده هجيبه تاني، تريزمي مش هجيبه تاني. بس كده يا جماعه، ده كان الفيديو بتاع النهارده. معايا لسه كمان سيرمز وهير ماسكس، وكمان معايا كمان كريمز، فاستنوا بارت 2 علشان تشوفوا يعني الحاجات اللي انا جبتها، لان لو انا كملت الفيديو هيبقى طويل قوي، فبالنسبه لي كده يعني كويس لبارت 1، فاستنوا بارت 2 علشان تشوفوا بقيه الحاجات. واتمنى الفيديو يكون عجبكم وفعلا استفدتوا منه. لو جربتوا اي حاجه من البرودكتس دي ما تنسوش تكتبوا لي تحت في الكومنتس وتقولوا لي ايه اللي عجبكم فيهم وايه اللي ما عجبكمش فيهم. وبس كده، اتمنى تعملوا سبسكرايب للقناه، وكمان تعملوا لي فولو على الانستغرام والفيسبوك، اللينك بتاعهم تحت في الديسكربشن بوكس. ويلا وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.